واحد الايه زوينه ديال بصح وعميقه وعجبتني لواحد الدرجه اللي كبيره بزاف ملي قريتها، اللي هي ديك الايه اللي خاطب فيها الله سبحانه وتعالى موسى ملي قال ليه ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما. وهاد الايه هذه الا جيتي تفكر فيها مزيان تقدر انها تكون السبب انك قالت لك بزاف ديال الحلول ديال المشاكل اللي طارين لك في حياتك. تقدر انه هاد الايه هذه تكون اجابه لعلاش انك باقي ما وصلتيش لداك الشيء اللي انت باغي توصل ليه في حياتك، رغم انك كدير مجهودات ورغم انك كتخدم على داك الشيء اللي باغي توصل ليه، ورغم اي حاجه باقي ما قدرتيش انك توصل لداك الشيء اللي انت باغي توصل ليه. حيت شنو المعنى ديال هاد الايه هذه وشنو بغى يقول الله سبحانه وتعالى لموسى عن طريق هاد الايه هذه، وشنو اللي بغى يوصل لينا حنا باش انه ناخذوا هاد الايه هذه عبره باش انه نخدموها في حياتنا. حيت هاد الايه كتعتبر قانون من القوانين ديال الكون والقوانين اللي محطوطين في الحياه باش انه نقدروا نعيشوا مزيان ونعرفوا كيفاش غادا هاد الدنيا هذه. حيت القران راه كيعطيك الاسرار ديال هاد الدنيا كيفاش غادا وكيفاش انت خاصك تعيش باش انك تعيش مرتاح وباش انك تنجح في حياتك وباش انك ما تطيحش في الازمات النفسيه ديالك وانت عايش. حيت علاش الله سبحانه وتعالى كيقول انه القران الا قريتيه غيبعدك من الازمات النفسيه، راه ماشي غير حيت انك غتقرا غيبعدك من الازمات النفسيه، لا، وانما داك الشيء اللي فيه وهذوك الايات اللي فيهم اللي انت كتاناليزيهم غادي تلقى بزاف ديال الاجابات على بزاف ديال المشاكل اللي انت كتعيشهم في حياتك اليوميه. فمثلا هذه القضيه هذه ديال انه الله سبحانه وتعالى قال لموسى انه ما عطاه الحكمه والعلم حتى نضج عقليا وجسديا، ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما. يعني حتى نضج عقليا وجسديا عاد عطاه الله الحكم وعطاه العلم. الشيء هذا كيبين واحد الحاجه اللي مهمه بزاف ديال انه بزاف ديال الحوايج دابا انت في حياتك كشخص اللي كتفرج في هذا الفيديو هذا باقي ما وصلتيش ليهم حيت باقي ما عندكش العقليه ديال ديك الحاجه اللي باغي توصل لها، وبلي الله سبحانه وتعالى ما غادي يعطيك ديك الحاجه اللي انت باغي حتى يعرف بلي بصح عندك النضج الكافي لديك الحاجه وبصح عندك العقليه الكافيه لديك الحاجه. داكشي علاش بغيت نطلب منك واحد الطلب جلس بينك وبين راسك وقلت دابا انا هاد الحاجه اللي بغيت نوصل ليها يقدروا يكونوا اموال، تقدر تكون شي مكان باغي توصل ليها في حياتك، غتقول دابا انا هاد الحوايج اللي بغيت نوصل لهم في حياتي واش بصح مزيان ليا الا وصلت لهم بهاد العقليه هذه اللي عندي دابا وبهاد التفكير اللي عندي دابا وبهاد النضج اللي عندي دابا. غالبا غادي تلقى بلي لا، بلي كون كانوا عندك دابا الاموال تقدر انك تضيعهم كاملين ولا تقدر انك تستغلهم في الحوايج الخايبين. الله سبحانه وتعالى ما كيأخر عليك واحد الحاجه الا وانه كيخليها لك حتى تستحقها، حيت الله سبحانه وتعالى عارف انه الا عطاك ديك الحاجه بكري غادي تضيعها بكري. داكشي علاش كيخبيها لك للوقت المناسب اللي تستحق انك تاخذ فيه ديك الحاجه. والله سبحانه وتعالى ما كيعطل عليك ديك الحاجه وما كيعطاش لك بكري، كيعطيها لك في الوقت المناسب. فمثلا كاين ازواج مثلا اللي كيتزوجوا والمراه كتقول للراجل ولا الراجل كيقول للمراه كنا عرفتك شحال هادي، كنا عرفتك واحد 20 عام قبل ولا واحد 10 سنين قبل فين كنتي، كنا عرفتك ملي كنا صغار. هاد القضيه هادي راه غلطه، هاد المقوله راه غلطه، حيت لو كنت تعرفتي عليه في ديك البريود ملي كنتو صغار في هاد 10 سنين قبل ولا 20 عام قبل اللي كتقولوا لبعضياتكم، راه غالبا داك الراجل يقدر انه ما يعجبكش والتصرفات ديالو ما يعجبوكش والعقليه ديالو ما تعجبكش، ونفس الحاجه اللي كنت تقدر ديك المره ما تعجبكش وما يعجبكش التصرفات ديالها وما تقدرش انك تبغيها وغتبان لك انسان اللي بعيد عليك في العقليه. داكشي علاش الله سبحانه وتعالى حتى شاف بلي داك الزوج يستحقك وفيه كاع دوك المعايير يخليوه انه يكون زوج مزيان معاك، عاد ديك الساعه يسروا لك لحياتك ولا الزوج ديالك. نفس الحاجه كتنطبق على المراه. يعني اللي بغيت نوصل لكم الدراري وبنات من هذا الشيء كامل ومن هذه الهضره هذه كامله هو انه راه اي حاجه كتجي في وقتها. داكشي على الصبر، صبر على خبيزك. راه الله سبحانه وتعالى اللي نصر المسلمين في معركه بدر راه كان يقدر انه ينصرهم في مكه واخا كانوا ضعاف، ولكن بغى اول حاجه يربيهم ويعرفوا بلي ديك الرساله اللي شادينها ما كتستهدفش غير قريش وما دارتش غير على قبل القوم ديال قريش، وانما نزلات ودارت على قبل الكون كامل وعلى العالم كامل. انت دابا تقدر انك دابا تكون وصلتي لبزاف ديال الحوايج في حياتك ونسولك ونقول لك تخيل معايا الحوايج اللي وصلتي ليهم دابا كون عطيتهم لي واحد 5 سنين واحد 6 سنين ولا واحد 10 سنين قبل، شنو كنتي غدير؟ طبيعه الحال غتقول لي الحمد لله ما جاونيش في ديك الوقت، كون جاوني في ديك الوقت كنت استغليتهم بطريقه خايبه. هاد الحوايج اللي عندي دابا الحمد لله حيت جاوني بهاد العقليه هذه اللي عندي انا دابا. يعني الدراري وبنات شوفوا العمق، شوفوا العمق ديال هاد الايات. داكشي نقول لكم ديما حاولوا انكم تحلوا الايات، حاول انك تدبر في الايه وتعرف شنو باغي الله سبحانه وتعالى انه يوصل لك من ديك الايه. راه واخا الله سبحانه وتعالى كيخاطب رسول في شي ايه ولا كيخاطب شي قوم في شي ايه، ولكن راه ماشي كيخاطب غير داك القوم وداك الرسول، وانما كيخاطب كاع الناس وكيخاطب الاجيال كامله اللي جايه من بعد، حيت راه القران صالح لكل زمان ومكان وفيه كاع القوانين اللي محطوطين في الدنيا باش انك تعيش مزيان. راه بحال شي جيد ديال هاد الدنيا هادي، وانا كنحاول كل مره نشارك معكم شي قانون من هاد القوانين هادو. وهاد القانون هذا انا متاكد بلي بزاف ديال الناس غادي يحسوا به وغادي يعرفوا وغادي يفهموا شنو داوي ليهم. داكشي علاش اللي بغيت نوصل لكم هادشي كامل، ما تزربش على هادشي اللي باغي توصل ليه وما تقولش يا ربي علاش انا كنخدم وباقي ما وصلتش لهادشي اللي بغيت نوصل له. باقي ما وصلش الوقت، غير صبر، بقى تخدم وصبر، ولكن راه باقي ما وصلش الوقت. راه النهار غيوصل الوقت الله سبحانه وتعالى راه ما غاديش يعطل عليك ديك الحاجه وغيعطيها لك ديك الساعه، حيت الله هو اللي عارف الوقت المناسب اللي تقدر
تاخذ فيها هذيك الحاجه. ما حدك باقي ما عندكش دابا، كيف ما بغات تكون هذه الحاجه، تكون زوج، يكون اموال، تكون مكانه، تكون وظيفه باغي توصل ليها، اللي بغات تكون هذه الحاجه هذه، راه نهار الله سبحانه وتعالى غادي يعرف بلي صافي تستحقها دابا، وبلي انت في النضج الكافي باش انك تاخذها، ديك الساعه الله سبحانه وتعالى غادي يعطيها لك. وبطبيعه الحال ملي كندوي على النضج راه ما كندويش على العمر، راه لا علاقه العمر بالنضج، وانما النضج كيجي من بزاف ديال المعايير. يعني الله سبحانه وتعالى راه كيعطيك افضل خيار ليك، حيت راه ما كاينش احن ليك واحب ليك من الله سبحانه وتعالى في هذا الكون كامل. وهذا ما كان، احبكم في الله والسلام عليكم.